حبايبي الغاليين تالتة إعدادي أهلا بيكم. يلا نبدأ مع بعض أول درس بيتكلم عن النشاط الزراعي وموارده في العالم. الإنسان عرف الزراعة على ضفاف الأنهار من 5000 سنة، وعرف معاها الاستقرار. والنشاط الزراعي يعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم كله، وده لأن الزراعة بتعتبر غذاء رئيسي للإنسان جنب الأسماك والحيوانات. يعني حضرتك لو بتاكل سمك أنت محتاج جنبه زراعة، ولو بتاكل لحوم محتاج برضو جنبه زراعة. ده غير إن الزراعة بترتبط بتربية الحيوان، يعني المناطق اللي هتلاقي فيها زراعة هتلاقي سكانها كمان بيربوا الحيوانات. ده غير إن الزراعة بتوفر المواد الخام اللي بتدخل في بعض الصناعات، زي مثلا محاصيل الألياف اللي هي القطن والكتان والجوت اللي بتدخل في صناعة المنسوجات، وكمان المطاط الطبيعي اللي بيستخرج من عصارة الأشجار الاستوائية، وده بيدخل في صناعات عديدة زي إطارات السيارات يعني كاوتشات العربيات. سؤال النهاردة: بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم؟ السؤال الثاني: ما العلاقة بين النشاط الزراعي والصناعة في العالم؟ استنوني في الجزء الثاني في فيديو جديد.